السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في قناتي وقناتكم قناة أمينة خالدي. اليوم إن شاء الله درت لكم لاير كيك. درت لكم كيفاش نفينيوها أولا كيفاش نمونطيوها. غتشوفوا معايا هنايا شنو وجدت. أنا وجدت الطبقة المقرمشة، راه وجدتها معكم. فيها 100 غرام ديال الفويتي، 100 غرام ديال اللوز كونكاسي، فيها الشكلاط، فيها شوكولا غيش بالطبع. المهم انا المقادير ديال هادشي اللي واجد غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله مكتوب باش يسهل عليكم. هنا استعملت بالنسبه للحشوات كيف ما شفتوا درت طبقه مقرمشه، درت طبقه فيها اوريو وطبقه غندير فيها الكركاع و شوكولاته ديال الدهن ولا شوكولاته تارتيني. على بركه الله. كيف ما قلت لكم هاد الفيديو هذا ديال مونتاج ديال اللاير كيك. يعني كل شيء عندي ديجا واجد. وبالنسبه للكيك راه ترجعوا للفيديوهات ما قبل، اولا نحط لكم اللين ديالهم حتى هما في صندوق الوصف باش غتشوفوا الوصفه ديال لي كيك اللي استعملت. كيف ما شفتوا هنايا درت جوج انواع ديال الكيك، كيك بالكاكاو وواحده اخرى بالفاني. كيبقى لكم مع الاختيار، كاس ديال الماء يمكن لكم ديروها كلها نخليو كاكاو حتى او كيرجعوا كلها يسيروا بهم فاني او ديروا كنسقيو اولا بحالي. كنديروا غير الحليب. غير لاموس بالنسبه للكيكه الشوكولا كيف حتى ما هي كنقول راه ديما اللي كاينه كنسقيو في بالحليب ما فيديو خصهاش اخر، تعطل، لان غنخلي لكم اللين يقدر الحليب ديالها. يخسر ويخسر لنا كيف الكيك. كتشوفوا هنايا غادي ندير كيف ما كتشوفوا هنا الطبقه كنبداو ديال نديروا الكيك لا نسقيوها كريم اللي مزيان درناها بالشوكولا بالحليب. انا غيش ولا كريم استعملت حليب. فريش. يمكن لكم تستعملوا كنديرها السيرو اللي كطبقه كنديروا فيه اولى، ومن كاس بعد ديال غادي السكر ندخل نضيف في سنيده مع الطبقات كاس ديال غنستمر الماء، بنفس الطريقه كنخليهم باش غندير كيغلاو الطبقات كاملين. مزيان هنايا في وهو اللي الطبقه كنستعملو الاولى باش كنسقيو. درت لا انا كريم، كنفضل الحليب لان بالنسبه غتبقى للسكر كيكون رقيقه، حلو. وكيف ما وغتحاولوا ما كتشوفوا امكن معنا انكم هنايا تعمروا عندنا الجناب، الشكلاط لان باش ما بزاف. تخرج اذا لناش الحشوه كنفضل اللي انني كتكون نستعمل لداخل. الحليب. غير واحد القضيه وغادي كريفه ندير قلتها الطبقه لكم، الاولى كيف ما قلت الا لكم انا غتستعملوا فضلت هنا الحليب نستعمل الكيك ما المعلقه. خصهاش تعطل واحد الفتره طويله، لان يقدر يخسر هذا الحليب ويخسر المذاق ديال الكيك كامله. صافي كنديروا كطبقه اوليه كنديروا لاموس وشوكولا. هذه استعملت فيها شوكولا غيش ولا كريم. كنديروها بهذا الشكل هذا. كنحاولوا نعمروا الجناب ديالها باش الحشوات اللي كنديروا الوسط ما يخرجوناش لبرا. هاد لاموس هادي اللي كنستعمل هنايا لداخل ديال الحشو هي المعتمده عندي، حيت رائعه وكتشد مزيان، ما كتخليش الكيك ديالنا يميل، وكتعاوننا بزاف في الخدمه ملي كنبغيو نغلفوه من برا، سواء بالكاناش مونتي ولا بعجينه السكر. كيف ما شفتوا معايا هنايا فضلت انني نخدم بمعلقه، هي اللي عاونتني اكثر احسن من السباتشي ولا المهم كل واحد يخدم باش مرتاح. كندير هنا الطبقه الاولى كيف ما قلت لكم طبقه سخيه ديال الكروستيون. غادي نوزعها بلا ما نوصلها للجناب. كيف ما قلت لكم الجناب خص يبقى فيه غير لا كريم لانه هو اللي كيشد لينا الكيك. من بعد ما وزعتها غادي نضيف طبقه اخرى ديال الكيك، هذه ديال الفاني، وغنسقيها بنفس الطريقه. ملي تكونوا كتحطوا الطبقات ديال الكيك حاولوا ما امكن الطبقه اللي غتكون فوقانيه كاع او الاخيره الطبقه التاليه كاع حاولوا تخليو الطرف اللي كيجي في الكيك من التحت، لانه هو كيكون مستوي يعني مقاد، وغيعاونكم بزاف باش ديروا حواف حاده للكيك ديالكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا انا سقيتها. غادي ندير ليها عاوتاني لاموس ديالي، وغادي ندير الطبقه الثانيه اللي استعملت فيها كنظن الكركاع مع الشوكولا. غندير طبقه بنفس غنبقاو متبعين نفس يعني نبقاو غادي على نفس المنوال. غنديروا طبقه رقيقه ديال لا كريم، غادي نعمروا من الجناب ونطلعوا الجناب للفوق باش الحشوه ديالنا ما تخرجش، وعاد نحطوا الحشوه. بالنسبه للحشوات كيبقى الذوق ديال كل واحد يعمر باش ما بغى. كيف ما كنقول ديما يمكن لكم تعمروا بلي فخوي، يمكن لكم تعمروا بلي بسكوي اللي كيعجبوكم، بالمكسرات او الفواكه الجافه النوع اللي كيعجبكم، يمكن لكم تعمروا بلي كولي ديال لي فخوي مثلا ديال الفريز او الفرامبواز، كيبقى لكم الاختيار. هنايا كيف ما كتشوفوا نحاولوا نكونوا سخيين شويه في الجناب. غادي ندير شوكولا تارتيني، اي نوع الشوكولا نوتيلا ولا اي نوع كيعجبكم غديروه. انا هذا اللي توفر عندي درته هو، وضفت معاه شويه ديال الكركاع، كيجي غزال غزال غزال. بالنسبه للناس اللي عندهم عشق ديال الشوكولاته بحالي. الا ما عجبكم الشوكولا اولا بغيتوش ديروا الشوكولا يمكن لكم كيف ما قلت ديروا كراميل. الكراميل بوغ صالي حتى هو كيجي غزال. صافي غنستمر بنفس الطريقه، ندير كل طبقه نسقيها مزيان، ندير طبقه رقيقه ديال لاموس والشوكولا، ومن بعد
غادي نبقى نغطي ونتبع نفس الطريقة حتى نسالي مراحل كاملين. ومن بعد غتشوفوا هنا ما درتش الكركاع، راني نسيت، درت الشكلاط مع الأوريو. الطبقة اللي فوق منها هي درت فيها الكركاع، وكيبقى محافظ على القرمشة ديالو، سواء الطبقة المقرمشة ولا الكركاع كيبقاو محافظين. ولكن كيف ما قلت لكم هاد المرحلة هادي كنديروها مثلا ليلة قبل النهار اللي نقدموا فيه الكيك ديالنا. بالنسبة لهاد الكيك هادي كانت اختيار ديال واحد البنيتة، بنيتة صغيرة، استعملتها على التيم ديال ميني ماوس. ولكن بقينا محافظين على الكاناش اللي على برا بالشوكولا لان عزيز عليها الشكلاط. المهم غتشوفوا معنا فينيسيون كيفاش غادي يكون. صافي كيف كنقول لكم استمرينا على نفس الطريقه حتى غنساليوها. ضروري ضروري ومؤكد الا ما غاديش تستعملوا هاد البلاستيك القاصح اللي كنديروا بالجناب باش الكيك ديالنا تشد وما تجيناش اوجه. الا ما توفرش عندكم، من الاحسن توفر عندكم سيركل اللي يكون عالي، او شي تبصيل ديال الكيك اللي يكون عالي. المهم شي حاجه اللي تكون قاصحه اللي تشد لكم الكيك وتعاونكم باش ما تجيكمش مديفورميه من الجناب. صافي كنستمر بنفس الطريقه. ملي غادي نسالي غادي نغلفها بلاستيك غذائي وغادي ندخلها الكونجيلاتور. انا بيتها في الكونجيلاتور، ضروري تغطيوها باش ما تدخلكمش الريحه ولا شي حاجه، وضروري تجمد مزيان باش تعاوننا ملي نكونوا كنديروا ليها غاناش مونتي. صافي هادشي. ولا كنتم مزروبين بها على الأقل واحد 4 حتى ل5 ديال السوايع في الكونجيلاتور تجمد مزيان، لأن خصها تشد راسها. إلا ما شداتش راسها غتعذبكم بزاف ملي تكونوا كديروا لها كاناش مونتي، لأن ملي غتبداو ديروه في الجناب غيبدا يتبعكم وغيبقى يلصق لكم في داك الكاناش مونتي وغادي يمرضكم بزاف. إذا من الأحسن أنها تجمد باش ما تعذبكمش هي. وعلاش كنفضل ديما أنا بالنسبة لهاد المرحلة هادي نديرها ليلة قبل، حتى باش لا سمح الله وقع شي مشكل او لا ما صدقت لي واحد الحاجه او لا خسرت لي شي حاجه او كنلقى مازال الوقت باش يعني باش نصوبها مازال ونقادها وتخرج ليا كيف ما بغيت. صافي هادشي اللي كاين. غنستمر كيف ما قلت بنفس الطريقه. غادي نساليها غندخلها الكونجيلاتور، غنغطيها بلاستيك غذائي وندخلها الكونجيلاتور تبات. من بعد غادي تشوفوا ملي غنخرجها كيفاش غادي نمونطيوها. بالنسبه لهذه كانت اخر طبقه سقيتها في يديا هو الاول. عاد درتها لان كيف ما قلت لكم قبيله حاولت انني نحتفظ بالقطعه اللي كتجي من تحت ديال الكيك، خليتها هي الاخرى باش تعطيني سطح مستوي. داكشي سقيتها من تحت هو الاول وحطيتها فوق لا كريم، وعاد من بعد حطيتها وسقيتها عاوتاني من الفوق.
وغادي نحتفظ بها كيف ما قلت، نخبيها ونديرها في الكونجيلاتور. بالنسبة للعمارة اللي غادي يسولوني على الحشوة اللي درت مع الأوريو، درنا الأوريو والكركاع، وفي الطبقة ديال الكركاع درنا فيها الكركاع وشويش ديال اللوز كونكاسي كنشاط ليا، كنت حمرته درته في الطبقة المقرمشة، بقى لي منه واحد الشويش وززتو على الكركاع حتى هو كيجي زوين. بالنسبة للحشوات كتفننوا فيهم كي بغيتو، كتشوفوا شنو متوفر عندكم وكتفننوا فيها على كنتكم. هنايا كيف ما قلت لكم بعد ما دوزات ليلة كاملة في الكونجيلاتور، غادي نجبد ونديمو ليها. من بعد غنحيد لها داك البلاستيك القصح اللي كندير ليه الخاص بالحلويات، غنحيدو ليها وغتشوفوا معايا باقي المراحل. بالنسبه الكاناش مونطي في هذا هنايا انا صوبته وما دخلتوش للثلاجه او الكونجيلاتور، خليته على برا باش خدا الحراره ديال المطبخ. صافي غنخليوه كيف ما قلت حتى غير يبرد وياخد الحراره العاديه. الا لقيتوه شد راسو بزاف حاولوا انكم ديروه في باماغي وما تطولوش في الباماغي، مره حركوا وعينكم ميزانكم، ما تخليوهش يسخن بزاف لان لا سخن غيعذبكم في المونتاج، يعني غيبدا يحيد لكم مع هاد لاكريم هذه اللي ديجا كانت جامده. والحاجه الثانيه غيقدر يتفصل الدهن ديال الشكلاط، غيتفرق لكم على الشكلاط وغادي يخسروا لكم. هذه غير واحد استيوس تعلمت منها هذه المره هذه وبغيت نشاركها معكم. درتو باش غادي درتو في باماغي و وتفصل عليه الزيت ديالو، تفرقات على الشكلاط، ورغم ذلك خدمت به لان كثرت لي الحراره، ولكن ما كنتش عارفه لا تكنيك مزيان. داكشي اش غنقول لكم لا تكنيك باش ما تطيحوش في نفس الغلط. انا بالنسبه ليا غلطت كيف ما قلت لكم، ما خلطتش داك الزيت، حيدتها وخلطته وخدمت به. هادشي اللي خلى الكاناج ديالي تشقق ليا من بعد، ولكن داويته. شنو اللي وقع لكم نفس هذا المشكل هذا، نقول لكم شنو غادي ديروا. الا جاب الله كثرتو اولا عطلتو الشكلاط فوق الباماغي حتى لقيتو ان الزيت طلعت ليه الفوق، غتجبدوه وغتبقاو تحركوا بشويه، ساعه حركوه، ساعه حركوه حتى تلقاو ان داك الزيت اندمج تماما مع الشكلاط ورجع ليس، يعني بحال اللي كان في الاول. عاد تخدموا به. صافي بغيت نشارك معكم هاد لاستيس هادي باش ما توقعوش في نفس الغلط اللي وقعت فيه، وانا تعلمت منها ماشي مشكل. هنايا كنحيدوا الزوائد اللي كانوا عندنا من الفوق. وحاولت انني ندير كلينكس من الفوق باش نحيد داك الثلج اللي كان عندي من الفوق الكيك ديالي. صافي وجدت الكاناش مونطي، خليته من بعد ما درت ليه كيف ما قلت لكم باماغي، خليته حتى الحراره ديالو هبطات شويه ورجعت، يعني رجع مساعدني انني نخدم به. وغادي نبدا نمونطي الكيك ديالي بطريقه سهله. اول حاجه غنديرها غتشوفوا معايا غناخذ البابي كويسون، غادي ندير فيه طبقه سخيه من هذا الكاناش هذا اللي كتشوفوا معايا، هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. انا راه من بعد ما ذوبته غندير طبقه سخيه منه في بابي كويسون اولا في ورق المطبخ، ورق الزبده ولا شنو كيقولوا ليه، وغنقلب عليه الكيك من الجهه اللي غتكون الفوق. هاد الطريقه هذه غتساعدني بزاف وغتسهل عليا المأموريه، باش كيف ما قلت لكم الكيك ديالي يعطيني حواف حاده من الفوق ويجي فيني ليا مزيان. غندير هاد الطريقه هذه ومن بعد غادي نبدا نفيني عادي من التحت للفوق، من التحت للفوق حتى نفيني الطبقه الجهه التحتانيه، وغنبدا من الجهه الفوقانيه كذلك. الحاجه اللي غنوصيكم عليها هنا ملي غادي ديروا، لان هذا الكاناش هذا مجرد ما كنديروه دغيا كيشد راسو. هذا هو الكاناش اللي كنديرو دائما كاساس لهذا النوع ديال لي كيك، باش كنحطو كيف ما قلت قبيله كنحطو فوق منه عجينه السكر ولا عجينه ديال الشوكولا البيضاء، واللي كنلونو كنشكلوها كي بغينا، ولا كنعتمدوه غير هو بوحديتو كنديروه من الفوق، يعني كيكون غير هو بوحديتو كفينيسيون من الفوق كيجي حتى هو غزال. هنا كيف ما كتشوفوا درت طبقه سخيه غنحط فوق منها الكيك، وغادي نبدا نفينيه ولا ندير ليه المونتاج من الفوق باش غادي نغطيه كامل. الا حسيتو به جمد تكون عندكم داك الملاسه اللي كنملسوه بها او لا سيشوار على حسب اللي توفر عندكم. هي الملاسه ضروريه، ولكن بالنسبه لي انا ما عندي سيشوار، كناخذ الملاسه دايره حدايا الماء سخون، كناخذ الملاسه كنديرها في الماء سخون كنمسحها بكليكس وكنفيني بها الكاناش مونطي من الفوق باش كيجيني ليس. الا ما توفرش عندكم الا توفر عندكم السيشوار يكون احسن، غتخدموا السيشوار، شي حد غيكون معاونكم تخدموا السيشوار، هو غيبدا يدير لكم هكا من على من بعيد وانتم تبقاو تفينيو بداك الملاسه من الفوق حتى تحصلوا على النتيجه اللي بغيتوها.
وفين ما يبانوا لينا حفيرات اولا شي عيوب نحاولوا نعمروهم وندوزوا عليهم داك الملاسه. بالنسبه كيف ما قلت لكم المشكل اللي وقع لي انا، الكيك ديالي من بعد ما بات لقيته تشق كامل، ما تخلعوش هاي ما دهشوش. غادي ناخذوا الكاناش هذا نيت اللي غادي يبقى لنا، غنسخنوه غير بين يدينا لان ملي كيجمد كيرجع داير بحال الماستيك. غنسخنوه غير بيدينا حتى كيعطينا الطوع، وكنسدوا به داك الحفيرات ولا داك التشققات، وكنفينيوها بالملاسه، ما كيبقاش حتى شي مشكل. صافي استمرنا بنفس الطريقه كيف ما قلت لكم حتى فينيناه كامل وساليناه، وغتشوفوا معايا النتيجه في الاخير. في هذه المرحله من بعد ما فينينا الكيك ديالنا، غادي نديرو شويش ديال داك الكاناش مونطي في القاع ديال السيركل اللي غادي تحط عليه الكيك، وغادي نقلبوه عليه لان من تما يعني غنقدموه به صافي، وغنقلبو كيف ما قلت لكم. وانتم غتشوفوا معايا دابا الطبقه الفوقانيه اللي كنا درنا فيها في الاول الكاناش في الكاغيط اللي حطينا عليه. صافي غيبقاو لنا شي روتوشات صغيورين غادي نفينيوهم دابا، غنفينيوهم معكم. هانتوما غادي تشوفوا معايا. غنحيدو الكاغيط وغتشوفوا كيفاش كتجي رائعه. كيبقاو لنا كيف ما قلت غير لي غوتوش صغيورين اللي غادي نصوبوهم دابا، ونفينيو الكيكه ديالنا ونزوقوها على حسب الذوق. بالنسبه الكرات اللي كنديروا من الفوق، انا درتها علاش كندير الكرات باش تشوفوها في الاخير. الكرات اللي درت فيها في الفوق يمكن لكم ديروهم بعجينه السكر، او لا يمكن لكم ديروهم بالشوكولاته البيضاء فقط. كتاخذوا قوالب اللي كيجيو مقورين نصوصه، يعني نص دائره نص دائره بحال هذا الشكل، كنعمروهم بالشوكولاته البيضاء ولا الشوكولا الشكل اللي بغيتو ديروا ديال الكرات، وكناخذوهم من بعد وكنلصقوهم. واش انا دابا ندير لكم فيديوهات على هاد الكويرات هادو. انا بالنسبه ليا درت الحشوه اللي صوبت بها ديك الكويرات اللي كيجيو بحال المصاصات، هذيك الحشوه ديالهم هي باش صوبت ديك الكويرات اللي زينت بهم الكيك. جاو زوينين وعطاو شكل يعني فيني مزيان وكيتكل كذلك، يعني المذاق ديالو زويون. صافي فينا هاد الكيك ديالنا بهاد الطريقه هادي. نخليكم مع النتيجه. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم. ونزيدكم حاجه اخرى، كيف ما كتشوفوا معنا راه ما دخلتهاش لا الكونجيلاتور لا الثلاجه، ورغم ذلك ما كتلصقش في اليد، يعني يمكن لكم تهزوها كيما بغيتوا بلا ما تخافوا انها ديفورمي لكم او لا حتى شي حاجه. وهذا هو الكيك ديالنا. نتوما تشوفوا هذا البيفي ديال العيد الميلاد ديال البنيته اللي صوبت لها الكيك. ها هو الكيك ديالنا قدامكم كيف كتشوفوا فيه. جا غزال بنين. وغنوريكم الفيديو او التصويره ديالو ملي كنا كنقطعوه، جا رائع. كنتمنى كيف ما قلت طبقوا هذه الوصفه وتردوا ليا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.